بالإضافة للسيد مصطفى الرقي. ويتواجد المحاضر الدولي والمسؤول عن كرة القدم داخل القاعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإسباني سيد بيدرو غالان. أيضا تواجد الكرة الثابتة، أنس العيان، التسديد حارس المرمى للمنتخب الوطني. الكرة ضاعت، فرصة لمنتخب إيطاليا لكن حارس المرمى. كرة في وسط الملعب وصلت لسفيان. ما الذي سيفعل سفيان؟ يحاول المرور، التسديد بدون دقة. يعتذر إلى بقية عثمان. تدخل الدفاع الإيطالي، هي الفرصة الأبرز، هي الفرصة. سينفذ كيف سيكون التسديد مباشرة. حارس المرمى يتصدى، كان متمركز لورينسو بيترانجيلو. اللقطة، طريقة التسديد وطريقة التصويب. اسماعيل، العودة لأمازال دائما للمنتخب الوطني. التمرير كان قريبا اللاعب لورينسو بيترانجيلو الذي كان محظوظا في اللقطة الماضية. طريقة الممتازة. ميريليم دا سيلفا مازال محتفظا بالكرة، يحاول التسديد. حارس المرمى على طريقة الحراس الكبار. كانت المتابعة من عبد الكريم عنبية الذي تمكن من التصدي، ارتقى بهذه الطريقة. المنتخب الوطني هل سينجحون في التسجيل؟ نعم، ينجح المنتخب الوطني. مرمى المنتخب الإيطالي. هنا الطريقة، هنا اللقطة، هنا المتابعة. تحضير على طبق من ذهب من اللاعب حمزة ميمون الذي فرصة لكلا المنتخبين لتحضير بشكل جيد للاستحقاقات القادمة. هنا كان التصويب من البحث عن اسماعيل أو عن أنس. يعيد الكرة لسفيان المسرار، التسديد من المسرار بين يدي حارس المرمى. أنس العيان، التسديد. وصلت أنس العيان، حاولت المرور، يبحث عن المساندة، يفضل التسديد. حارس المرمى يتدخل في الوقت ميرليم دا سيلفا يمر، يسدد. حارس المرمى يتدخل عبد الكريم عنبية. لاعب سفيان المسرار الذي ينجح في استرجاع الكرة اللي ضاعت من ميرليم دا سيلفا. هنا فرصة، ما زالت الفرصة متواصلة. حذاري، حارس المرمى كان رائعا عبد الكريم عنبية الذي ينقذ مرة أخرى المنتخب الوطني من هدف محقق. تسديدة، الحارس يتصدى. اللاعبون الاحتياطيون في تشكيلة منتخب إيطاليا وبتشكيلة المدرب ماسيميليانو بيلارتي كانوا يعتقدون بأن ألانو فارياس إدواردو سيسجل، لكن فرصة التسديد. حارس المرمى يواصل. حارس المرمى عبد الكريم عنبية، منع المنتخب. اسماعيل مازال في وسط الملعب، التمرير، فرصة، يتدخل الحارس في الوقت المناسب لورينسو بيترانجيلو. يتعود الكرة مجددا جابرييل موطا بطريقة رائعة. اسماعيل مازال، الهدف الثاني بطريقة رائعة، بطريقة ممتازة.
التمرير كان رائعا من اسماعيل امازال الذي قدم للعميد سفيان المسرار فرصة ذهبية للتسجيل. هنا اللقطة، هنا الإعادة بطريقة ممتازة، إنهاء الفرصة وتسجيل الهدف الثاني. الأمور تعقدت أكثر بالنسبة للإيطاليين في مقابل دائما لمنتخب إيطاليا. الكرة قطعت، الكرة عادت في فرصة لتسجيل هدف آخر. المسرار بطريقة رائعة، بطريقة رائعة، بطريقة ممتازة، بطريقة جميلة جدا. هنا اللقطة، تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل شيء. مستوى كبير يقدمه المنتخب الوطني في مقابلة اليوم. وفي هذه الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني ب3. بداية الشوط الثاني على يمين الشاشة المنتخب الوطني، على يسارها منتخب إيطاليا. كرة في وسط الملعب للمنتخب الإيطالي. كانت فرصة وكانت محاولة هي الأبرز لحد الآن بعد بداية الشوط الثاني. التسديد كان من سفيان المسرار. الكرة تفتك، عادت لإنريكو دونين. فرصة للمنتخب الإيطالي. حارس المرمى، حارس المرمى عبد الكريم عنبية يواصل التصدي من الحارس عبد الكريم عنبية الذي في الوقت المناسب. سفيان المسرار يحاول سفيان تسديد حارس المرمى. تسديدة بالقدم اليسرى من سفيان المسرار، المتابعة من حارس المرمى لورينزو بيترانجيلو. صراحة في الشوط الثاني تحسن. تسديدة خارج الملعب. اللقطة الماضية تسديدة خارج الملعب ولا بهذه الطريقة، لكنه لم ينجح في الوصول لمرمى الحارس عبد الكريم الذي يواصل التألق وينجح في التصدي لفرصة أخرى من فرص المنتخب الإيطالي. واللقطة الماضية كانت تسديدة قوية جدا وكانت توجيه بدقة عالية. إعادة الكرة للوراء لإسماعيل أمازال الذي يواصل المراوغة ويواصل المرور. صراحة المستوى الذي صاحب القميص رقم 7 في تشكيلة المنتخب الوطني ممتاز في ما يقدمه في مقابلة اليوم. ميرليم دا سيلفا يحاول المرور. إلى أين سيرسل الكرة ميرليم؟ التسديد، التصدي من حارس المرمى. للمنتخب الوطني عادت لمنتخب إيطاليا. تسديد حارس المرمى يتدخل. عبد الكريم عنبية، كانت تسديدة من اللاعب كوتروبي كريستوفر. هنا اللقطة، لكن حارس المرمى كان متواجدا. هنا محاولة في وسط الميدان، فرصة للمنتخب الوطني. التمرير، الهدف الرابع، الهدف الرابع للمنتخب الوطني بطريقة ممتازة، بطريقة رائعة. مدرب المنتخب الإيطالي يطلب الوقت المستقطع في هذه الأثناء. لا لا انا اخذ لك الديكاتلو، انا نضرب الديكاتلو يكون فيه. نذكر بأنه تتواجد تقنية الفيديو سيبورت التي تشبه تقنية الفار في مقابلة اليوم. المنتخب الإيطالي كان قريبا من التسجيل، الكرة تصطدم بالعارضة.
كل الطرق مغلقة. التسديد خارج الملعب، تسديدة خارج الملعب. حارس المرمى يتدخل، المرمى الذي يتقدم لمساندة بقية اللاعبين. موطا، فرصة، حارس المرمى يتصدى. عبد الكريم عنبية بطريقة رائعة، مصمم على منع الكرة لموطا. بعد ذلك ميرليم دا سيلفا في فرصة أخرى في محاولة جديدة للمنتخب الإيطالي. بعد ذلك خرجت، كان التدخل في هنا فرصة تسديدة من بلال البقالي. ميرليم دا سيلفا، التمرير، فرصة تسديد حارس المرمى عبد الكريم عنبية. حتى لو لعب المنتخب الإيطالي مقابلة أخرى قد لا يسجل على عبد الكريم عنبية. التسديد، حارس المرمى يتصدى في الوقت المناسب عبد الكريم عنبية. الثواني الأخيرة، وفي هذه الأثناء الحكم يعلن عن نهاية اللقاء بفوز المنتخب الوطني المغربي ضد نظير الإيطالي ب4 أهداف مقابل شيء. لقاء ودي ينتهي بتألق المنتخب الوطني وبتفوق المنتخب الوطني، مستوى رائع.